ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الفيديو بتاعنا هيتكلم عن تفريز ورق العنب المحشي. يعني مش تفريز الورق العنب ورق بس، لا احنا هنحشيه وهنفرزه، وهقولك ازاي هتفرزيه وهيفضل معاكي لحد اخر محشاية. والحباية حباية الرز مش بتتكسر معاكي. هقولك على الطريقة ازاي وتقدري تعملي الكمية اللي انت حباها وتحتفظي بيها لمدة اسبوع او اكتر من اسبوع. انا عن نفسي بعملها لمدة اسبوع او 10 ايام بالكتير، مش بعمل اكتر من كده. انا هنا بقى عملت الخلطة. طبعا كلنا بنعرف نعمل خلطة المحشي. عملتها بقى كده وجهزتها. يعني معلقتين من السمنة البلدي، معلقتين من الزيت، بصلاية كبيرة مفرومة او بصلتين، احطها كده على النار اديها تشويحة، وبعدين انزل لتر من عصير الطماطم ومعلقة من الصلصة. والبهارات بقى تجيبي معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، معلقة من الكزبرة، وتجيبي برضو حتة تومية، معلقة من البابريكا، بتدي لون جميل جدا للمحشي. احط بقى كل ده كده، وبعد كده اسبك الطماطم. بعد لما تتسبك انزل بالخضره بتاعتي، الكزبره الخضراء والبقدونس، وبعدين اطفي النار على طول علشان الخضره ما تتهريش معاكي. لما الخلطه هتهدى تماما انزل عليها بالرز، وانا هنا عامله كيلو من الرز هقسمه على اكلتين. خلصت كده انا الخلطه بتاعتي، حطيتها في مصفى زي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي علشان تصفي كل حبايه من سواء السوائل اللي فيها، سواء كانت ميه او بواقي الطماطم. بعدين نزلت عليها كده بكوبايه من الزيت علشان يغلف الرز بتاعي وما يخليهوش يلزق اثناء السوى، وبيفرفر حبايه الرز معايا. وهنا لما تصفي الميه كده الرز في الفريزر مش هيتكسر معاكي مهما يقعد. جبت بقى كده ورق العنب بتاعي، وبعدين ابدا ان انا احشي الخشن اللي جوه والناعم اللي بره طبعا في الورقيه. وبعدين تحشي صباع المحشي باحكام علشان ما يفكش منك. الكميه دي يعني تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها، او لو عندك عزومه ممكن تعملي المحشي قبلها بيوم او يومين. ممكن كمان يقعد معاكي 10 ايام كمان في الفريزر، مش بيجراله حاجه. تحشي الكميه اللي انت عايزاها وتحطيها في علب التفريز وتحتفظي بيها في الفريزر في اي وقت تطلعيها. كده عملنا الكميه بتاعتي، لفيناها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا الصباع معمول باحكام ومحشي وملفوف كويس جدا. اجيب بقى هنا علب التفريز بتاعتي، ايا كان بقى العلب اللي انت هتجيبيها، او علب تلاجة بتاعت الاكل العادية عندك اللي انت حابة تحطي فيها. المهم ان انت ما تفرزيش في حلل او في صواني ألمونيا او في اي حاجة من حاجات الطبيخ. هجيب بقى العلبة كده وافرش فيها اكياس من زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وارص صفوف المحشي، وما بين كل صف والتاني هتفرشي برضو كيس علشان صباع المحشي ما يلزقش في الصباع التاني. ولما تيجي تطلعيه بقى علشان تطبخيه هيتكسر منك ويبوظ. انما كده بقى هتلاقي المحشية طالعة معاكي بكل سهولة. انا كده قسمت الكمية على علبتين علشان علشان اعمل. وفي الاخر برضو اغطيهم بكيس واقفل الغطا محكم جدا علشان ما يطلوش اي هواء. لما تيجي تسوي المحشي هتسويه عادي جدا. هتكوني غالية المية، هتجيبي المحشي هترصيه في الحلة، هتحطي تحته قطع بطاطس طرنشات او طماطم او ايا كان الخضار اللي انت حباه، وتكوني غالية المية وترصي المحشي وتحطي العبوة بتاعت المية، وتكون عند اخر صف من المحشي، وتغطيه وتحطيه على النار وهياخد نفس سوى المحشي لو انت عاملاه فريش عادي. وده كان الفيديو بتاعنا، ودي كانت طريقتنا في تفريغ